هاني أبو ريدة يدرس التراجع عن وعده للأهلي بمنحه 7 مقاعد للأجانب في كأس العالم. تعرف على ما حدث. طبعا زي ما احنا عارفين كل نادي له الحق انه يقيد 5 أجانب في قائمته، ولكن نظرا لقوانين الفيفا الجديدة الاستثنائية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية في أمريكا، منح للنادي الأهلي انه ياخد كمان 7 أجانب بشكل استثنائي في المونديال. والأهلي طلب من هاني أبو ريدة تنفيذ هذا الأمر الاستثنائي للنادي الأهلي، لأن الفيفا منح الاتحادات القارية حرية تطبيق هذا القرار أو لا. يعني من الآخر كده هو اقتراح من الفيفا وكارت أخضر كده من الفيفا للاتحادات. اتحاد الكرة المصري عندنا لو عاوز يطبقه، مش عاوز خلاص هو حر. فهاني أبو ريدة كان وعد الخطيب انه هيطبقه للأهلي وهيمنح النادي الأهلي استثناء بقيد 7 أجانب بدلا من 5 فقط في كأس العالم للأندية، علشان الأهلي يعني يشارك في المونديال ب7 أجانب بدلا من 5. ولكن بقى بعد الأزمة الأخيرة دي وأزمة القمة والانسحاب وتدهور العلاقة ما بين الخطيب وأبو ريدة، هاني أبو ريدة دلوقتي بيدرس التراجع عن منح النادي الأهلي 7 أجانب في كأس العالم لمعاقبة يعني الأهلي والخطيب على الانسحاب وعلى إحراج اتحاد الكرة أمام الجميع.